حوالي 10 جنيه بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، والحمد لله الحكومة شغالة وبتحارب الموضوع ده، ودي حاجة تحسب لحكومتنا بصراحة، عشان السوق السوداء سبب في قلة سيطرة البنك المركزي على العملة. تعمل الحكومة انها بتساعد البنك المركزي في تطبيق سياسات. المهم الأزمة والمشكلة الكبيرة اللي هتواجهنا الفترة الجاية هي القيمة العادلة للجنيه، ودي مشكلة كبيرة وعبء على البنك المركزي، لأن القيمة العادلة للجنيه المصري مقابل الدولار بتساوي 41 جنيه مصري، وده معناه ان بعد كل التعويمات اللي عملها البنك المركزي لسه في برضه عبء كبير بيتحمله، وده معناه اننا داخلين على تعويم جديد في اقرب اجتماع للبنك المركزي، وسعر الفايدة هيزيد تاني. علشان كده بننصح لو انت محتاج تفتح مشروع وضامن ارباحك انها تكون كويسة، خد قرض وابدأ سدد على مزاجك انت، على الاقل انت ضامن ان قيمة الفلوس هتقل، والحق قبل سعر الفايدة ما تزيد على القروض وتعطلك. المهم نرجع لموضوع، معنى كده انك مفروض تكون عارف ان الفترة الجاية هتكون صعبة ومفيش